عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء عشاق تفسير الرؤى والأحلام. النهاردة هتكلم على رؤية السيارة في المنام. رؤية السيارة في المنام بجميع ألواناتها. لون السيارة بيرمز لحاجة. هتكلم على ركنة السيارة، هتكلم على قيادة السيارة، وهتكلم على قدر الله حادثة السيارة او شراء السيارة. وهتكلم المنام يخص للبنت العزباء او المتزوجة، وبيخص الرجل ايضا برضه. هتكلم على كل التفاصيل اللي تخص السيارة، لانه رمز مهم جدا جدا جدا. لما بيجيلنا رسالة او بشارة. قبل ما ابدأ في تفاصيل الفيديو، اي حد عنده رؤية ومهتم في تفسيرها يعمل اشتراك في القناة ويكتب لي رؤيته في الكومنت، وانا هفسرها له. وما تنسونيش بلايك في القناة. هتكلم على السيارة في العموم. السيارة في الحلم في العموم، السيارة بتدل على تغيير في حياتك أو حياتك. ممكن يكون انتقال من مكان لمكان جديد، أو مرحلة جديدة لو انت بتسعى أو بتسعى في الشغل، أو بداية علاقة جديدة. طبعا المنام بيجيلنا يا جماعة أبيض وأسود، لكن لما بيجيلنا رموز ألوانات بالليل بالنهار بيبقى لها تفسير، وده أنا هشرحه في الفيديو إن شاء الله. هتكلم لو انت حلمتي انك انت بتقودي السياره، او انت بتقود السياره بتقوده بسهوله وعارف تمشي بالطريق كويس، سواء للرجل او المراه. المنام ده بيجيلكيش الا في حاله واحده بس، لما تكوني انت في محنه او ناويه تاخدي قرار. فالمنام جايلك بشاره، بيقول ايه؟ بيقول ان معناها انك انت او مشكله في حياتك مع الزوج، او مشكله في حياتك. ده جايلك رساله وبشاره، معناه انك انت هتكوني متحكمة في حياتك وقراراتك، ومعناه انك انت هتكوني عارفة تقيدي المسيرة صح، او تقيدي الموضوع صح. هنا بقى لو انت او انت شفت القيادة بصعوبة، وشايف الطريق خطر ومش عارف تمشي وماشي بصعوبة، ده بيدل على اشارة انك انت او انت بتمري بفترة صعبة جدا فيها تحديات وفيها صعوبات. هتكلم هنا بقى على شراء سيارة جديدة. السيارة الجديدة ده بقى لو للبنت العزباء او الرجل، ده معناه بداية حياة جديدة، او فرصة كويسة جاية لكم في الطريق. كمان بالنسبة للبنت العزباء بمعناها ان بيكون بيدل على ارتباط، خطوبة او ارتباط. واللي متجوزة ممكن يكون سعي في الرزق وبيكون في استقرار. وبشرى باخبار سارة جاية لها الفترة القادمة. هنا بقى لا قدر الله لو شفتي حادثة السيارة، للأسف الرؤية دي لازم تطلعي صدقة على طول، لأن ده معناه تحذير من مشكلة هتحصل، أو خلاف هيحصل حواليكي، أو خلاف عائلي، أو خلاف مع الأصدقاء. وكمان لازم تاخدي بالك من قراراتك الفترة الجاية، علشان ممكن انتي اللي تعملي بكلامك أو بأسلوبك تعملي مشكلة في حياتك. هنا كمان هنتكلم على ركن السيارة في المنام. معناه ان في فترة هتركني السيارة، معناه ان في فترة فيها راحة، او هتوقفي عن حاجة كنت بتعمليها. ممكن تكون راحة واستراحة مؤقتة، يعني ممكن تكون راحة مؤقتة او ارتياح من موقف معين مؤقت. هنا بقى هتكلم على الوانات السيارة. بالنسبة بقى للبنت العزباء او اللي ناوية تتجوز، تخلي بالها جدا جدا من رموز السيارة في المنام. الوانات السيارة بتفرق جدا. لو شفنا السيارة بيضة بيدل على خير وصفاء وقلب طيب. لو شفتي الشخص اللي انت راكبه معاه، او شفتي نفسك عربية بيضة، بيدل على مواصفات الشخص. او لو انت ناوية تشتغلي بيدل على مواصفات الشغل اللي انت هترتاحي له، هيكون في ارتياح وصفاء وراحة بال. السيارة السوداء بتدل على قوة وهيبة او مكانة عالية. هنا السيارة الحمراء بتدل على ايه بقى؟ مشاعر قوية وعلاقة عاطفية قوية جدا، فيها غيرة، فيها عصبية. فإما انت اللي هتكوني غيورة جدا، أو هو اللي غيور. إما انك انت اللي هتكوني صعبة جدا وعصبية، أو هو اللي عصبي. فطبعا انت هتاخدي بالك من الرموز دي. نصيحة بقى في المنام، لو شفتي سيارة في حلمك ركزي على حالتها ولونها وطريقة القيادة، لأن التفاصيل دي بتغير معنى الحلم تماما. واي حد عنده رؤيه ومهتم في تفسيرها يعمل اشتراك في القناه، وما ينسناش بكومنت ولايك في القناه. اذا عجب الفيديو ما ينسناش بلايك، وان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم.